النهارده احنا في الار 2 في العاصمه الاداريه الجديده، جنبنا منطقه الام يو 23 وقريبين جدا جدا من منطقه السنترال بزنس ديستريكت او منطقه الاعمال المركزيه اللي فيها اطول برج في افريقيا، ارضي و79 دور بارتفاع 386 متر. وكمان احنا دلوقتي في الحي الثاني بنسبة 100%. الإنشاءات خلصانة، بل اللاندسكيب خلصان وكل حاجة خلصانة جاهزة بس على التشغيل، وجاهزين السكان إن هم ينتقلوا للآر 2 يعني أشهر من النهاردة عند افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. الجميل في الآر 2 إن أنتوا هتلاقوا كامل خدماتها موجودة بالفعل. ليه كامل خدماتها موجودة بالفعل؟ بالفعل النهاردة لو بصينا على الناحية دي هنلاقي في مدرسة وهنلاقي في مسجد، كل حاجة خلصانة بالفعل وجاهزة للتشغيل. فمفيش حاجة اسمها سكان ينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة وما يلاقوش خدمات، ما يلاقوش محلات أو ما يلاقوش مولات. بالعكس احنا اهتمينا جدا 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 بالبنية التحتية، واهتمينا جدا بكل الخدمات اللي هتخدم على السكان ما قبل انتقالهم. فاحنا دلوقتي في الحي السكني الثاني. كنا في 2016 بنقول للناس يا جماعة المنطقة دي هيبقى فيها عمار، المنطقة دي هنقدر ننتقل فيها، المنطقة دي هيبقى فيها سكن فاخر حكومي للناس متوسطي الدخل وإسكان شباب. تخيلوا المستوى الجميل اللطيف اللي شايفينه، مستوى جميل جدا. لولا ان هو مش موجود عليه سور انا كنت قلت كومباوند لطيف جدا بلاندسكيب، قمة في الروعة وقمة في الجمال. تخيل الفيو بتاع حضرتك ايه. لو بصينا حوالين الفيو احنا شايفين من هنا المسجد وجمعية ومدرسة ولاندسكيب ووتر فيتشرز. طيب ورانا ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين انا ورايا منطقة السنترال بزنس ديستريكت، فيها اطول برج في افريقيا، البرج الايقوني. فتخيل حضرتك كده حد ساكن جنب برج خليفة في دبي، حضرتك تبقى ساكن اسكان تبع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، والفيو بتاعك البرج الأيقوني أطول أبراج أفريقيا. فعلا فخر كبير جدا لينا إن النهاردة احنا موجودين في منطقة بالعظمة اللي احنا شايفينها دي. فخر لكل مصري يعرف إن بلده فعلا عظيمة. كنا زمان دايما بيقول ليه احنا مش زي دبي؟ هل فعلا الحكومة المصرية أو الدولة المصرية تقدر تعمل منطقة زي بزنس باي دبي؟ هل فعلا هيكون عندنا أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا؟ هل فعلا احنا قادرين ان احنا نعمل عاصمة لوجستية تخدم على قناة السويس وتخدم على مينا الجلالة ومينا العالمين على مستوى عالمي؟ هينفع نعمل ناطحات سحاب؟ الكلام ده ما بقاش حلم، الكلام ده بقى واقع. الجميل في العاصمة الإدارية الجديدة وهي التخصص. زي ما هي عاصمة متخصصة إدارية، زي ما في مناطق سكنية، مناطق متخصصة إداري زي الحي المالي، مناطق متخصصة تجاري زي الداون تاون، مناطق فندقية ومناطق طبية، فيها مدينة رياضة، مدينة طبية، مدينة للثقافة والفنون. هتلاقوا مدن وليست حضرتك زي زمان مثلا عندنا نادي، عندنا ملعب كورة، لا النهاردة مدينة رياضية، النهارده مدينه طبيه مش مستشفى. فايا كان حضرتك لو حبيت تشتري شقه سكنيه او فيلا او حتى محل تجاري تستثمر فيه او مكتب اداري لحضرتك او للاستثمار او عياده طبيه او حتى وحده فندقيه، تقدر تواصل معايا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب، ونقدر نجيب لك اعلى قيمه مقابل سعر في العاصمه الاداريه الجديده او خارجها. ايا كان عايزكم دايما 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 تبحثوا وتسرشوا وتشوفوا عظمه بلدكم وتشوفوا قد ايه احنا النهارده نقدر نمتلك وحدات. مستقبل الوحدات دي احسن من مستقبل اللي اشترى واستثمر في دبي. دمتم مستثمرين ناجحين.